الفترة دي بتسأل كتير قوي انت بتاكلي ايه في الدايت، بالذات خاصة يعني وجبة الفطار. انا هقولك دلوقتي، بس حطيلي بسرعة لايك كده على الفيديو قبل ما نبدأ، وصلي على النبي في الكومنتات. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. باكل ايه في الدايت؟ باكل حاجات حلوة، مش حارمة نفسي من حاجة، لكن منع نشويات. منع نشويات في الوجبة بتاعة الفطار عادي، لكن في الغداء ممكن ادخل نشويات، مفيش اي مشكلة. مفهومك عن الدايت هيختلف تماما تماما، لان احنا مش حارمين نفسنا من حاجه. النهارده هفطر كريب الغلابه يا ولاد، كريب الناس التعبانه. كريب الدايت بجد من احلى الانواع اللي ممكن تفطري بيها الصبح كده، كميه باور عالي وشبع، يعني حاجه كده قمر. جبت طاسه عندي، حطيت فيها مكعب كده صغنن خالص من الزبده. انا مستخدمه زبده فرن، ممكن تستخدمي اي نوع عندك مفيش اي مشكله، او حته سمنه بلدي كده حلوه هتبقى جميله خالص. جبت بقى بيضتين كده، دول بتوع الفطار، وحطيت عليهم 3 معالق كبار من الشوفان، وكمان حطيت عليهم ذره صغننه من الملح وفلفل اسود. واللي هيدي بقى ريحه حلوه كده الزعتر، ده زعتر مجفف او زعتر الضحى، بجد من احلى الانواع اللي استخدمتها. ريحته كده بتوديكي كانك رايحه تعملي حاجه فيها بيتزا، معرفش، هي الريحه كده قمر. طبعا الحشوه اختياريه، ممكن ما تحطيش اي حاجه وتاكليه كده، تشوحيه من الجنبين هيستوي وهيبقى قمر معاكي. وممكن بقى يعني ندلعه حتتين لانشون او بسطرمه، حتتين جبنه تركي، حبه جبنه موتزاريلا، براحتك كده، يعني ايه، شهيصي نفسك. طيب انا مش عايزه احط الحاجات دي او مش عندي اصلا، حطي بقى حبه خضار، فلفل اخضر، طماطميه كده شرايح، زيتون، يعني اللي انت عايزاه. طب انا مش عندي برضو، حطي شويه خضره كده حلوين في قلب البيض نفسه وانتي بتربيه كده، هيطلع عندك قمر. ده ايه يا دودو؟ ده كريب والله، ده احلى من الكريب كمان، صحي ومفيد جدا. مش مفهوم الدايت اللي احنا حارمين نفسنا عن الحاجات كلها، والاكل بقى مسلوق والحاجات المعتاد عليها دي. لكن لا خالص، غيري وجهة نظرك خالص عن حوار الدايت ده، واعملي اكل حلو يعجبك يفتح نفسك. طبعا اي خضار بقى جنب الاكل كده، مع كوبايه حاجه حلوه تشربيها، كوبايه قهوه بلبن، كوبايه قهوه فرنسيه، كوبايه قهوه ساده تماما، بن فاتح كده تظبط الدماغ، حبه نسكافيه كده بلاك بلبن، حاجه كده تفوق، يعني حاجه كده ايه تحسسك انا موجوده يا ولاد. انا مش باكل بيض مسلوق وخلاص وعدينا، لا، انا بخترع، انا بعمل حاجه حلوه افطر بيها. لو فطرتي الفطار ده الساعة 8 الصبح، هتبص تلاقي عندك يعني الساعة 3 كده هتبدأ ان انت تتغدي، يعني هتقعدي فترة طويلة خالص شبعانة ومش جعانة ابدا. طبعا قطعت جنبها خيار وشوية بقى النسكافيه اللي باللبن القمر ده، حط لي بسرعة لايك عشان ننزل كل يوم وصفة حلوة.